عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده روتيننا هنعمله لحمة في العيش. هنعجن معاكم العجينة دلوقتي وهسيبها تختمر، وعبال ما تختمر هعمل معاكم اللحم. الدقيق الكمية اللي انت عايزة تعمليها، انا مغلي الدقيق. لازم تغلي الدقيق، ومعايا لبن بودرة ومعايا سكر وملح وباكو خميرة. دلوقتي اهو الدقيق. بصوا انا بنقل الدقيق يا حبايبي عشان لو في حاجة، عشان انا عايزه اقول لكم انا مش جايبه العيش الدقيق معبى، انا جايباه ايه سايب، فخف عند العلاف ولا حاجه تخش له ولا حاجه، يبقى انا ايه في الامان. دلوقتي حبايبي عملت اهو الدقيق نخولته. هحط ايه؟ هحط باكل خميره زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا بعد ما نخلت الدقيق وحطيت باكل خميره، حطيت ذره الملح سنه طبعا، وحطيت معلقه سكر عشان العجينه، وحطيت معلقتين 3 معالق لبن بودره، بتخلي العجينه، بتودي العجينه للدنيا لحته تانيه خالص. دلوقتي انا بعجن معاكم العجينه اهو، وهلفها كويس وهرجع لكم تاني بعد ما اظبط العجينه. كده حبايبي اهي العجينه خلصتها اهي. هغطيها بقى واسيبها تختمر، وهعمل معاكم اللحمه هنعملوها ازاي حبايبي. ماشي، هرجع لكم تاني. اهو ده عباره عن كيلو لحمه. لا طبعا اللحمه كل واحد يعمل الكميه اللي هو عايزها. كيلو لحمه انا فرماه. ماشي، وهحط عليه البصل. انا ضربه البصل في الكبه، بس طبعا مش كل الكميه دي، انا هحط الكميه اللي تكفيني بس عشان هعمل حاجات تانية. حطيت كده حبايبي بصل الكميه اللي انا حطاها، وادي الخضره كنت غسلاها ومخرطاها وسايباها في الصفه. هتبل، هدخل كله مع بعضه، وبعدين هبدا ايه اتبلها. احط بس اعمل الاثنين مع بعض، امزجهم مع بعض، البصل مع الخضره، وبعدين احط ايه ملح وفلفل اسود. ماشي، احط توابل اللحمه، واحط جنزبيل، واحط شعره قرفه صغيره، بس مش هكتر مش هكتر في التوابل. ادي كده ايه. هبدا بقى احط لحم ماشي، احط الفلفل الاسود. اللي عايز بقى فلفل سبايسي ولا حاجه، كل واحد هعمل له رغيفه حسب الطلب اللي هو عايز. هعمل العجينه وهرجع لكم تاني هظبطها تاني. بهارات لحمه اهو، بهارات لحمه. هحط شعره قرفه صغيره خالص، شعره قرفه صغيره مش كتير، بس كده. هظبطها وهرجع لكم تاني. ماشي كده حبايبي، خلصت العجينه، تبلتها ملح وفلفل وجنزبيل وبهارات فراخ وشعرة قرفة، بهارات لحمة سوري، والبصل والخضرة عبارة عن كزبرة وبقدونس بس حبايبي. هسيبها بقى لحد ما اظبط النار واظبط حلي ومالي، ويكون العجينة اختمرت، وهوريكم اول رغيف هنعمله ازاي. حبايبي بصوا العجينة اختمرت ما شاء الله ازاي. ماشي، هبدأ بقى اقطع منها واحط ايه زي ما انتم شايفين كده. اقطع الحته اللي انا عايزاها على قد الكميه اللي انا هعملها دي، وابقى حاطه دقيق اهو زي ما انتم شايفين اهو معايا. واطلع العيش العجينه كده، وهسيبه يهدى شويه، وهقول لكم هنعمله ايه. دلوقتي اهو انا جايبه اللي بعمل عليها، وهبدا امسك واحده اهو، افرد العجينه زي ما انتم شايفين كده، سهله وبسيطه وجميله اهي.
اللحمه بتاعتي اهو. انا كده تبلت الرغيف وابدا احط لحمتي اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب اعمله انسس زي ما انتم شايفين كده اهو. وهبدا اقفل الرغيف اهو بسيبه يهدى شويه قبل ما ايه واحطه في الفرن. وهعمل معاكم واحد تاني دلوقتي وهوريكم. شايفين اهو اتقفل جميل. هحطه كده اخد واحد تاني كل حاجه بتعمليها في البيت بتبقى جميله وسهله وبسيطه. اعملي الحاجه بحب تطلع بحب لعيالك وبحاجات بسيطه باقل التكاليف. والله حاجات بسيطه خالص خالص خالص. هتعملي وجبه حلوه لعيالك. مش عارفه رغيف اللحمه بيتباع بره ب 75 جنيه ويا عالم اللحمه شكلها ايه. كلها بتبقى كلها بصل. كده اهو اخلص الكميه وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده تقفيلته سهله وبسيطه ولا يتقفل ولا يتفتح بايد واحده تعمليها. هكمل الكميه وهرجع لكم تاني حبايبي. ودي الحله بتاعتنا بتاعت الخبيزه حبايبي. انا بحب اعمله كده في الحله ولما يستوي ويطلع هوريه لكم. يلا معايا اللي انا بخبز فيها واللي بخبز بطلعها اهو. ولما اخلص خالص هوريكم حبايبي النهائي. فطارنا النهارده يا جماعه. النهارده عاشوراء. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعلها سنه مبروكه عليكم يا رب وايام مفترجه على الناس كلها. النهارده كان عاملين لحمه في العيش وبطاطس مقليه وشويه مخللات زيتون والبصل اللي انا عاملاه معاكم قبل كده وبتنجان مملح. وعاملين حاجه المشروب كركدي. وبالهنا والشفا حبايبي. وما تنسونيش يا حبايبي بكومنت حلو. واللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه. ويا ريت تخشوا على الفيسبوك. عندنا القناه على الفيس الصفحه بتاعتنا فيها حاجات جميله. يا ريت تتفرجوا عليها وتشتركوا. وما تنسونوش قرنين فلفل حراقين كمان عشان اللي بيحب ايه السبايسي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.